السلام عليكم، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كنافة زمان المقرمشة من بره وطرية جدا من جوه، بسيطة وسهلة اللي فعلا لما هتاكليها هتحس بطعم الكنافة الأصلي. كنافة أمهاتنا البسيطة الطرية، كنافة بكريمة الشوكولاتة، تحفة يا بنات. كل تكاتها البسيطة هعرفهولك علشان تطلع معاكي مظبوطة سريعة وسهلة وبدون أي وقت هتحضريها. أتمنى بجد تجربوها بنفس الطريقة هتعتمدوها. لايك يا أجمل إخوات بالدنيا. هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هنحضر شربات الكنافة، بيكون متوسط: كوبايتين سكر وكوباية ونص مية، ظرف فانيليا، عصير نص ليمونة، والسر بقى معلقة عسل الكلوكوز اللي أنا بنزلها في الشربات دلوقتي، ده سر قرمشتها ولمعتها الحلوة. بعد الغليان هنسيبها 7 دقايق ونطفي عليها. تمام كده يا بنات. طبعا هو الحاجة دي مش هتدوب على البارد، لازم تتحط على النار ونقلبها بالراحة كده وندوبها، وبكده هيكون معاكي أحلى شربات للكنافة، ريحة وطعم جميل جدا، أحلى من الجاهز كمان. وده سر الكنافة اللي بتشتريها من أشهر المحلات بره. معانا هنا كوب إلا ربع سمنة، أنا هكملهم ربع كوب كمان. هنستخدم كوب كامل سمنة بلدي أو زبدة أو أي سمنة. ومعانا معلقة كاكاو خام، معلقتين نشا، معلقة شوكليت شيبس، ونص كيلو كنافة. الكنافة كانت في الفريزر، فككتها بإيدي أو اعمليها في الكبة، فككها في الكبة. و2 كوب حليب. هندوب الكاكاو والنشا في أول كوب، وبعدين هنضيف الكوب التاني زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. عايزة تستخدمي الكاكاو الخام الفاتح براحتك، أنا هنا مستخدمة الكاكاو الخام الغامق. مش هحط أي سكر في كريمة الشوكولاتة، هكتفي بشربات الكنافة. تمام كده. أنا كده بضيف الكوب التاني، هاخدهم بقى احطها على النار لغاية ما تبقى معاكي أحلى كريمة. أنا هنا هدوب معلقة الشوكليت شيبس على حمام مائي. بعد ما الكريمة بتتعمل بالطريقة دي كده يا بنات، اخد معلقة الشوكليت شيبس هضيفها عليها، هي بتعزز الطعم. مش عايزة تضيفيها خلاص بلاش. ونمزجهم مع بعض حلو قوي يا بنات، ونغطيها ونسيبها على جنب تبرد عقبال ما نجهز صينية الكنافة. أنا هنا بدوب الزبدة مع الكنافة، أغلف الكنافة كلها بالسمنة. طبعا أنا هنا هستخدم ربع كوب كده، كملتهم كوب كامل سمنة أو زبدة سايحة ما تكونش سخنة، لغاية ما تصبح كده يعني مفرولة، وفي نفس الوقت لو ضغطت عليها تبقى متماسكة زي ما انتوا شايفين كده. اضغط عليها بتبقى متماسكة وفي نفس الوقت مفرولة. هدهن صينية عندي سمنة وهنزل بنص الكمية، واعمل لها جوانب مرفوعة على حرف الصينية علشان لما احط كريمة الشوكولاتة الكريمة ما تجيش على الحروف وتتحرق في الفرن. واضغط عليها ضغطة كويسة جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا بضغط عليها، شايفين الحروف اللي في الجناب دي يا بنات؟ ضروري تكون موجودة. انزلي بكريمة الشوكولاتة طبعا لما تكون بردت خالص، وهننزل بالطبقة الأخيرة من الكنافة، وهنضغط عليها برضو ضغطة خفيفة، ونسويها كده بإيدينا قبل ما ندخلها الفرن. وبكده يكون معاكي أحلى صينية كنافة عاملاها بإيديكي الحلوين في البيت، تنافسي بيها أشهر المحلات. هتاخد في الفرن حوالي تلت ساعة يا بنات، ما بتاخدش وقت. وأول ما بتطلع هي بتكون سخنة والشربات بارد زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. بنسقيها كلها ونسيبها حوالي ربع ساعة تتشرب كده من الشربات، وقدميها بألف هنا. حاجة كده جميلة جدا يا بنات، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. كفاية انك عاملاها في البيت وبأبسط طريقة، وتنافسي بيها أشهر المحلات زي ما قلتلك. طعم ولمعة، شايفين لمعتها الحلوة ازاي؟ ده من معلقة عسل الكلوكوز يا بنات.
وكده نكون خلصنا وصفة النهاردة. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ولو استفدتوا مني ولو بمعلومة صغيرة اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسوش اللايك بيفرق. استنوني يا حبايبي في وصفات كتير حلوة قوي ومميزة. في حفظ الله يا حبايبي، السلام عليكم.